ورد الخال بالافطار السنوي لايجل فيلمز موجوده اليوم، خبريني اول شيء شو عم بتتابعي خلال شهر رمضان المبارك؟ عم تابع، يعني عم بشوف شوي من كل شيء، بس أكتر شيء عم ركز على تشيلو وألف ليلة وليلة، كون يوسف ونيكول بالأعمال هيدي. بس كمان عم باخد فكرة عن كتير أعمال تانية مثل بنت الشهبندر، 24 قيراط، كتار يعني حرائر العراب. يعني عم بشوف أحمد وكريستينا. اليوم بما انك عم تتابعي عن بعيد، في حال كنت بدك تنقي دور من الادوار وتكوني موجوده فيه بهيدا رمضان، اي دور كنت نقيتيه؟ ولا ما عندي يعني دور معين، لأنه الأدوار النسائية بكل الأعمال حلوة. عم بتكون يعني مثلا دور سلافة وخرجي بحرائر حلو كتير. في أدوار رجالية حلوة كتير مثل دور جمال سليمان بالعراب. في دور يوسف عندك مكسر الدنيا. يوسف لأول مرة، مش لأول مرة، يمكن من أكتر دور صعب لإله لهلا عم يلعبه بتشيلو حقيقة. يعني قد ما فايت لجواته ولأحاسيسه جوا وناسي خارجه، ناسي وسامته، ناسي كل شيء. وهو بيقول إنه هيدا من أصعب الأدوار لهلا. اليوم بالابيض، ولازم قريبا نحتفل فيك كمان بالابيض. الوسط الفني كله اليوم مبسوط بالخبر هيك اللي عم نسمعه عن علاقه جديده موجوده بحياتك. انه مش قصة هيك، قصة انه هيدي فترة حلوة بحياتي. عم بصير في يعني مثل صفحة جديدة كمان عم بمشي فيها، وان شاء الله توصل للاشياء اللي نحن نرجوها. في اعزم حدا معنا على الانترفيو؟ باسم باسم بليز. تعال باسم رزق، اكيد بتعرفوه. اكيد بنعرف البيبي اليوم، الكلمه اللي كثير مشهوره صارت على السوشيال ميديا. هيدا هو. خبروني قد ايه العلاقه حلوه وقد ايه مبسوطين هيك بعدكم، خبرني قد ايه مبسوط بورد. يعني أنا بالنسبة إلي من بعد ما بتقطع فترة طويلة هيك بحياتك، بشوفها شغلة عجيبة، مش شغلة فعلا عجيبة يعني. مبسوطين عجيبة فيها. متبادلة. انا بالنسبه لي عجيبه عندها اكثر، لانه كانت كل عمرها حياتها العاطفيه بعيده عن الاعلام، واصلا بنعرف انه ما كثير عندها علاقات عاطفيه، يعني فحتى نسمع هيك فجاه بعلاقه هالقد ضجه الوسط الفني شيء حلو. صحيح، ثقبت هي لأنه شخص معروف بتعرفوا عنه. أنا بالنسبة لي يعني كشخص ماني معروف، بعتقد التقينا بهذا الشيء يعني كعلاقة سوربريز كانت وحلوة. شو اكثر شيء لفتك بورد؟ والله هذا سؤال صعب، يعني أنا كل شيء فعلا كل شيء، يعني بنتفق على كثير أشياء، بطريقة تفكيرنا، بالثقافة، بالتزامنا لعملنا. هذه شغلة أساسية أنا عندي وعندها. كل شيء حلو. شو اللي يميز باسم لحتى كنتي معه؟ انه ما بيشبه حدا، وانه خلطة عجيبة. كنت فاقدة الامل اني الاقيها. شخص عنده قيم هالقد، وعنده اخلاق، وعنده مبادئ، كل الاشياء اللي كنت عم نبش عليها وكنت يأسانة اني الاقيها، مع احترامي لكل الرجال اللي عم يسمعونا. لقيتها بباسم. بدنا نقعد والى جانب انه فنان وحساس وحنون ومرهف. باسم 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 كم حظه حلو. ايه حظه حلو، ايه حظي كمان. بدنا نوعد الناس انه رح تكونوا عرسان ل 2016. هلا ما حدا يخلق الله لما تعلمون، لانه ان شاء الله انتوا عم بتحكوا هالشيء حلو. انتوا فولوا خير ونحن بنستفيد بس منه. انتوا عبالكم اكيد. لا اكيد، مش قصه عبالنا، مش قصه واحد عباله، قصه هذا مبدا يعني. طبعا. ثانك يو. ثانك يو.